السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. نبداو بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذه الحلوه تاع لاكريم اللي كتجي روعه، كتجي منزليه اقتصاديه وسهله في التحضير، وفي نفس الوقت كتجي بنينه، كتجي ما شاء الله، لا في الكريمه ديالها ولا في ديك الجينواز ديالها، كتجي روعه البنات. هذيك الكيكه اللي غادي ندير معكم دابا راه كتجي بحالها بحال جينواز تماما، ما كاينش الفرق بيناتهم، وكتجي بواحد المذاق روعه. نتمنى انكم تجربوها. ودابا غادي ندوزو المقادير وطريقه ديال التحضير. عندي خماره ديال الحلوه ديال 8 غرام، عندي جوج بيضات، عندي حامضه اللي حكيت ليها القشره ديالها وعصرتها، هنا راه قسمتها على جوج. داك العصير قسمته على جوج. عندي جوج كيسان ديال الدقيق، ربع كاس ديال الزيت ونص كاس ديال السنيده وقبيصه ديال الملحه. بالنسبه للحامض راه ربيع ديال، يعني ربع كاس البنات، راه غير شويه، المهم معلقه كبيره وشي حاجه هكاك. ضفت قبيصه ديال الملحه، السنيده والبيض، وغادي نضيف هذه القشره ديال الحامض، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان، وغادي نضيف ليهم الزيت، يعني داك ربع كاس ديال الزيت. وهانتوما معايا في الوصفه اولا في هاد الكيكه هادي ان شاء الله حتى تفهموا الطريقه ديالها بالتفصيل. هنا ضفت داك ربع كاس ديال الزيت. اللي شافت الفيديو ديالي اول مره تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد، تخلي لي لايك وشي تعليق زوين، وتبارطاجي القناه ديالي فضلا وليس امرا. كنشكر الاخوات القدامات بزاف بزاف بزاف، كنشكر الاخوات الجدادات، وكنقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا. كنتمنى التوفيق ليا وليكم، وكنتمنى ربي يرزقني ويرزقكم البنات. هنا ضفت كاس ديال الدقيق، غادي نضيف ليه خماره تاع 8 غرام تاع الحلوه، وغادي نخلط هذا الخليط مزيان حتى يعني كنشوف داك الخليط فين، واش ثقيل واش خفيف. المهم نتوما عينكم ميزانكم، اللي كنقول لكم الدقيق راه نوعيات، يعني هذه بلا ما غادي نشرح لكم على الدقيقه البنات بزاف. ما عمرني عطيتكم شي حاجه، انا كنحط جوج كيسان ثلاثه د الكيسان، هادشي اللي كاين. حتى كنخلط الخليط ديالي عاد كنعرف شنو دخل وشنو، يعني الكميه اللي كتدخل لك الكيكه. هنايا من بعد ما خلطت الخليط البنات مزيان، ضفت داك الحامض اللي في الكاس. شوفوا البنات راه كيتبدل ليه اللون ديالو، راه كيجي بحال كتجي هاد العجينه هادي ديال هاد الكيك، راه كتجي بحال جينواز تماما. شوفوا فاش زدت ليها الحامض كي ولات، راه بحال الا يعني بحال الا طربناها وطلعنا داك البيض بوحدو، وقادينا السكر بوحدو، المهم بحال الا درنا ديك الطريقه ديال جينواز، وهي راه ساهله دغيا دغيا كتوجد. راه كنتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كما كتلاحظوا انا الكاس الثاني راني رديته. شوفوا البنات راني من بعد ما طيبت الكيكه ديالي دخلتها الفران، يعني طيبتها بحال الكيكات العاديين، كنقصوا الفران مزيان وكنخليوها طيب على خاطرها. راه كتجي رطبه هشيشه، كتجي ما شاء الله، وكتجي ناجحه 100%. البنات المبتدئات اللي يلا غادي اللي يلا بداو هاد الطريقه هذه دغيا يعني غادي ديري الحلوه ديال لاكريم سهله وناجحه 100%. هنا البنات هاد الكريم شونتي اللي عندي انا راني درتها في الفريغو، يعني درتها في المجمد هي والحليب. راه درتها شي 3 سوايع، راني غادي نخويها هنايا البنات، غادي تشوفوها محببه، راه كانت في الفريغو. غير باش كنسهل عليا الخدمه، ودغيا دغيا كطلع، يعني دغيا كتوجد معنا هاد الكريمه هادي. غادي نضيف ليها كاس وربع ديال الحليب، وغادي نضرب هاد العناصر مزيان حتى كطلع ليا ديك الكريمه ديالي مزيان، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. هنا الكريمه كما كتلاحظوا راها وجدت، يعني قلت لكم غير فاش كنديرها في الفريكو دغيا راه يعني دغيا كطلع، ما كتلقاوش معاها صعوبه نهائيا.
هنا راه الكريمه ديالي وجدت، وغادي نقادوها ان شاء الله على الكيكه ديالنا، وغادي ندوزو نصوبوا عاوتاني ان شاء الله ديك الطبقه الثالثه ديال الحامض اللي غادي نزينوا بها داك الوجه ديال الكيكه ديالنا اولا ديال الحلوه ديالنا. كما كتلاحظوا راه كتجي ما شاء الله، كتجي دغيا دغيا كتوجد. هنا الكيكه ديالي راني قلت لكم البنات، الكيكه ضروري خصها تكون بارده، ما ديروش عليها هاد الكريمه هادي حتى يعني حتى كتبرد الكيكه ديالنا مزيان، عاد غادي نضيفوا عليها هاد الكريمه ولا نزوقوها بهاد الكريمه دابا. كما كتلاحظوا هنايا غادي نقاد ليها ديك الكريمه مزيان، يعني غادي نقدها على الوجه ديالها مزيان. بالنسبه يعني الكميه بغيتو يعني بغيتو ديروها عاليه بزاف، راه غادي ديروا ديك الكريمه يعني كثيره بزاف، بغيتو ديروها رقيقه يعني شي حاجه خفيفه راه غادي ديروها كما بغيتو. يعني السمك ديال هاد الكريمه هاد الكريمه هادي سمحوا لي، على الاختيار ديالكم، بغيتو السمك ديالها يكون طالع بزاف راه غديروه، بغيتو ديروها رقيقه كما درت ليها انا غادي ديروها، لكم الاختيار. هنا من بعد ما قديت ليها الوجه ديالها مزيان، غادي نقد كما لاحظتوا البنات، غادي ندخلها للثلاجه، يعني ندخلها المجمد حتى كتبرد هاد الطبقه هادي، وغادي ندوزو ان شاء الله باش نقادو ديك الطبقه الثالثه اللي غادي نقادو، يعني داك اللوين الزوين ديال الحامض بالحامض وبداك المسائل ديالها ان شاء الله. هنايا عندي كاس ديال الماء، ضفت ليها 2 معالق البنات ديال الحامض، بدوك 2 معالق كاس، دوك 2 معالق ديال الحامض راه بهم كاس. هنايا كما قلت لكم كاس ما بين الحامض وما بين الماء، غادي نضيف لهم غير معلقه ديال السكر. الحلاوه في هاد الحلوه تاع الكريمه راه عند واحد الحلاوه اللي متوازنه زوينه بزاف، ما حلوش بزاف وما يعني وما ناقصاش حلاوه، واحد المذاق فيها زوين، ما كتقهمش بالحلاوه وفي نفس الوقت المذاق ديالها ما شاء الله. هنا درت وحده قالت لي راه كتعاودي بزاف الكلمات، سمحوا لي البنات راهي كنبغي نشرح لكم مزيان، كنبغي نشرح داكشي مزيان باش ما هادشي هذه هي الفكره ديالي. ضفت راس معلقه ديال الفلون، هذا ديال درهم عادي، وضفت ديك النكهه ديال الحامض، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان مزيان، وغادي نضيفهم فوق النار حتى كيذوب ليا داك، يعني حتى كيذوب داك السكر وكيندمج داك الخليط مزيان. عاد غادي نحيدو، هنايا غادي نحيدو من هاد الكاسرون هذا وغادي نبردو شويه، عاد غادي نضيفو على الكريمه ديالي على الطبقه الثانيه باش ما كتضيعش لينا ديك الكريمه البنات، ديك السخونيه بزاف الا كبيتها على هاد الكريمه هذه غادي تضيع ليها الوجه ديالها كما كتلاحظوا. وغادي نقاد ليها الوجه. بالنسبه للبنات الا بغيتو ديروا داك الناباج مع هاد النكهه هذه ديال الحامض ديروه، انا ما عنديش الناباج، عندي هاد العناصر هادو هما اللي غادي نزوق بهم، وراه كتجي روعه، كتجي بحال الناباج. هنا من بعد ما قادت ليها الوجه ديالها بهاد الحامض البنات غادي ندخلها المجمد، يعني حتى كتبرد وكتمازك. عاد غادي ندوزو ان شاء الله، انا ما قطعتهاش معكم وبغيت شنو غنقول لكم، كنت باغيه نقطعها في هذا المول ديالها النيت، ولكن مشات الفكره. هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم البنات. وبالنسبه ليا انا يلاه يعني ما عنديش ديك الصوره المصغره للفيديوهات، خصني نصور 3 ديال اللقطات البنات باش يلاه كنختار ما بين هاد اللقطه وما بين، يعني كان الفيديو خصني نقسمو على 3. وهذه هي الحلوه ديالنا، وكتجي ما شاء الله كتجي زوينه زوينه بزاف. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتعجب وليداتكم، راه شي حاجه ديال الدار راها باينه البنات، راه ماشي شي حاجه ديال الباتيسري ولا شي حاجه ديال الدار، ولكن منعشه في هذا الصيف منعشه. ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وبسلامه عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله. باي باي.